هو انا لو عايز اطمن على شرايين قلبي واعرف هي سليمه ولا لا لازم اعمل قسطره؟ بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. طبعا لا. وحتى لو بتشتكي من الم في صدرك فالقسطره مش بتبقى هي الاختيار الاول. عندنا فحوصات كتير ممكن نلجا لواحد منها قبل خطوه القسطره علشان نطمن على شرايين. اول حاجه لازم نسمع شكوتك بالتفصيل ونسالك في شويه حاجات. بعد كده بقى الكشف الطبي وعمل رسم قلب واشعه ايكو. بناء على الخطوات اللي فاتت دي ممكن نوصل لقرار ان قلبك سليم وانك مش محتاج اي فحوصات تانية. وممكن برضه نكتشف ان في مشكله وناخد قرار القسطره فورا. طب ولو ما قدرناش نوصل لقرار، هنا بقى يجي دور الفحوصات اللي كلمتك عنها في اول الفيديو. بناء على حالتك بنقرر بقى يا سيدي، انت محتاج رسم قلب بالمجهود ولا ايكو بالمجهود ولا مسح ذري ولا رنين مغناطيسي ولا اشعه مقطعيه بالصبغ. لان كل حاله ليها ظروفها وليها الفحص المناسب ليها. ادعي الوالد بالرحمه والمغفره وادعي لاهلنا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. ولو عندك اي اسئله بخصوص قسطره القلب اكتبها لي في الكومنتات. دمتم بصحه وعافيه.